10 سنوات مروا على رحيل الكاتبة والفنانة والناشرة مي غصوب من العام 1952 لل 2007. فترة 54 سنة كانت مليئة بالعطاء، كانت مليئة بالثقافة، بالفن، بالرقي بلبنان المنتشر بين لندن، بين باريس، وبين لبنان يلي حملته معها وين ما راحت. أسست دار الساقي مع صديقة أندري جاسبار، وهي أحدى الكاتبات العربيات القلائل اللواتي اشتغلوا على النقد الجمالي والرقابة والحرب وغيرها. أما الشخص اللي رح يكون عم يحكي عنها وفيها مش بعيدة عنه أبدا هالأمور، هو يلي كان بحقل السياسة الناشط الأول، بحقل الإنسان أولا، بحق المرأة وتأمين حقوقها أيضا، وكان من أول المطالبين بحق المرأة والحفاظ عليه بالمجتمع اللبناني. نائب سابق ووزير سابق، ضيف عزيز على صباح لبنان، حضوره دائما محبب. ضيفي بالاستوديو دكتور عبد الله فرحات، صباح الخير. صباح النور، بشكرك على المقدمة الحلوة. أهلا وسهلا فيك معنا، أهلا وسهلا فيك معنا بصباح لبنان. اشتقنا لك معنا على الهواء. أنا كمان كثير، يا هلا. يعني تحية، فرحة بقلبي أطلع على تلفزيون. أهلا وسهلا، بتشرف ساعة يلي بتجي كارت بلانش. طول عمرك. يا هلا دكتور فرحات، تحية لمي غصوب بذكرى العاشرة لرحيلها من 2007 لل 2017 هيدي السنة بمتحف سرسوق. بالبداية إذا هيك يعني في قرابة بتربطكم كمان، إذا بدنا نرجع هيك باختصار نعرف عن مي غصوب، شو فينا نحكي عنها وكيف فينا نعرف الأشخاص اللي يمكن ما كتير بيعرفوا عن مي غصوب. مي فعلا طاقة بشرية هائلة. يمكن اللي بيميز شخصيتها بالأساس هو شعورها الإنساني المرهف من بداياتها، يعني من أيام ما كانت بعدها طالبة كان عندها التضامن الإنساني القوي كتير. مثلا والدها بيخبر الأستاذ ريمو غصوب إنه كانت أوقات تاخد الأغراض من المطبخ تبع أهلها تروح تعطيهم للناس اللي هن بحاجة، ينقص عندهم مونة دايما، لأنه ماي كانت تاخد هالمونة وتوزعها بدون ما يعرفوا أهلها، كانت بعدها مراهقة. نعم. شوف قد ايه كان عندها حس إنساني. مع الوقت انضمت لكثير من المنظمات الإنسانية، ومنهم إحدى المنظمات المسعفة بأول الأحداث اللبنانية، بأول الحرب الأهلية، يعني سنة 75، وأصيبت إصابة بليغة هي وعم تنقل جرحى. صحيح. إصابة بليغة جدا، واختطفت بالحرب مع مجموعة من طلاب على كرحان. رح نحكي عن هالحادثة شوي لقدام. بس إنه هالشخصية هيدي اللي متفانية في التزامها الإنساني. نعم. حتى المخاطرة بحياتها عبرت عنها لاحقا بكثير من الأعمال. أنا برأيي وما بكون عم بالغ أبدا. نعم. الالتزام بالقضية العربية، الالتزام بالثقافة هو التزام سياسي تغييري. يعني إذا بده يكون في تغيير وتقدم في العالم العربي ما بيكون بالحروب، بيكون بناس مثل ماي. صحيح. عندهم القدرة الثقافية والفكرية على دفع العالم العربي نحو الأمام. حتى قد ايه يعني من خلال الرسالة اللي كانت عم تأديها، من خلال الكتابات، من خلال الفن اللي قدمته، كمان المسرح كمان يلي اشتغلت بهالحقل، كان عندها رسالة أول شيء فيمينيست بامتياز، يعني بتشد صوب المرأة بالمجتمع اللبناني والعربي ككل، وبنفس الوقت كمان كان في فكر تحريري، فكر افانغارديست سابق لأوانه. صح. اولا هي عملت انجاز كبير جدا. نعم. وقت اللي انطلقت بدار الساقي. دار الساقي صارت نوع من، صحيح هو دار نشر وصحيح هو شركة تجارية، بس بالاخر دار الساقي اغرق العالم العربي بالثقافة، لانه كان عندها الفكرة المميزة انه تاخذ كل الكتب والمنشورات المهمة في الغرب، إن كان بالعالم الأنجلو ساكسوني أو بالعالم الفرنكوفوني، صارت تنقله للعربي، ترجمه للعربي. صحيح. وتنشره. قدرت تبث الضخ في العالم العربي كتابات هائلة أغنت المكتبة العربية بشكل كبير. وبالتالي إضافة إلى النجاح الاقتصادي التجاري، في نجاح ثقافي، في نجاح فكري، في نجاح تضامني عربي مهم جدا. نعم.
وبفترة قليلة كمان. ضيف على هالموضوع نعم. انه فترة قصيرة، هي حياتها قصيرة، صحيح قصيرة كتير. وضيف على هالموضوع شغله مهمه جدا، انه هي التزمت بالمراه العربيه، لانه اعتبرت انه قضيه المراه العربيه بالاخر هي نعم. قضيه الانسان العربي، لانه المساواه بين الرجل والمراه هي مساواه انسانيه. وبالتالي كل اللي حكيته عن الذكوريه المصطنعه بكتبها هلا يمكن رح تذكرهم حضرتك. صحيح، يعني ان كان وداع عن بيروت، ذكريات متخيله، كمان في العديد من انه اخر شيء الذكوريه المسيطره على العالم العربي هي تخيل، بالعكس هي معيقه لتقدم العالم العربي. فكره متقدم جدا 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 بالنسبه لعصر العربي، عم بحكي عن العصر العربي فقط. صحيح. وبالتالي انا بلاقي انه هي ثوره بحد ذاتها. صحيح، يعني مثل ما قلنا يعني بعمر قصير، توفت عن عمر 54 سنة بالعام 2007. الحادثة يلي هيك غيرت لها المسار بحياتها وأثرت كمان إيجابا، خليني أقول، مع أنه كانت حادثة مؤلمة جدا. إذا فينا هيك نرجع نضوي شوي على الحادثة يلي صارت معها وعلى أثرها توجهت للندن، من بعدها لباريس، كمان لندن يعني راحت للغرب من بعدها. شو صار معها بفترة الحرب؟ هي كانت عم بمعرض نقل جرحى مدنيين أصيبوا بقذائف. نعم. بتنفجر قذيفة حدها وبتصيبها بعينها وبتفقد عينها رغم العمليات اللي عملتها بباريس ومن ثم بلندن. ولكن كأنه هالمسألة قررت مصيرها ووضعتها في هي اللي بتسميها عاصمة الضباب لندن، وبالتالي انطلقت من هونيك وقدرت بهالدفع الإنساني اللي خلفته عندها الحادثة، قدرت تجعل من دار الساقي فعلا بوديوم أو ترامبلان أغنى العالم العربي. صحيح. ضيف إلى الثقافة الفكرية والكتابية، دخلت بعالم الفن التشكيلي والنحت، درستها ورجعت حضرت ورجعت حضرت معارض ظهرت على السي ان ان. يعني السي ان ان تلتقط معرض لما يخصوب قد ايه بده يكون هالمعرض مهم ثقافيا، ورجعت بعدين دخلت في المسرح. يعني فعلا هالاوجه الثقافيه المتعدده اللي عندها اياها ماي فريده من نوعها. كله هيدا الهدف منه بالاخر الانسان، هدف منه التضامن الانساني. كنا عم نحكي صباحا انه بالاخر هي كانت تشوف مين هيك متواضع ومعطر وبحاجه لمساعده، كانت تحضنه وتظهره وبالعكس تساعده على ابراز فنه. وبتلاحظ انه في كتير ناس هيك بتقول يا عمي هودي طيب شو بدها فيهم؟ ما بدها فيهم لانه هي متضامنه مع الجنس البشري، لأنه هودي فنانين صغار ما قادرين يعبروا عن نفسهم، هي جعلتهم قادرين على التعبير عن نفسهم بواسطة قدرتها على المعارض، تحضير المعارض والمسرحيات والمنتديات الفكرية. يعني أتقنت العديد وأبدعت من الأوجه الفنية، يعني مثل ما ذكرنا ما بين المسرح، ما بين النحت اللي كمان درسته بلندن، ما بين الكتابة، ما بين فن الإنسان يلي هو فن قائم بحد ذاته. بس كمان هيك ملاحظة صغيرة، ما هي درست الرياضيات بالجامعة الأمريكية، درست ماتيماتيك. هيدا قليل اللي بيعرفوها عن يعني هي ما كانت ذات توجه أدبي كان بالجامعة، كانت ذات توجه علمي. انه شوف قديش كانت جامعة للمعرفة البشرية، معرفة يعني بين التناقضات كان في معرفة متكاملة عم بتكمل بعضها. اليوم يعني بهالتحية يلي قدمت من قبل متحف سرسو ببيروت بذكراها العاشرة، شو أهميتها وعلى شو تركزت، وفي خطوات رح نحكي عنها كمان رح تطلق باسمها، ولكن شو أهمية هالخطوة اليوم يعني من بعد عقد من الزمن انها تكرم ببيروت؟ اولا بيروت بالنسبه لماي كانت دائما ميناء العوده دائما. يعني كانت بيروت تشكل بالنسبه لها عودتها الدائمه الى نفسها. هي كانت معلقه كثير ببيروت، يعني كان التكريم في بيروت اساسي بالنسبه لها، ذات رمزيه معبره جدا، لانه هي كانت تعتبر بيروت شو بدي اقول لك، يعني تحمل معاني كثيره،
تحمل معاني شخصية إنسانية متعلقة فيها، وتحمل معاني ثقافية إشعاعية على العالم العربي. لكن كان يعني إجراء الاحتفال في بيروت كان أساسي. النقطة الثانية، الاحتفال جمع عدد هائل من الناس، حتى القاعة الأساسية بمتحف سرسو ما عادت تساعد، لا بالطابق التحتاني ولا بالطابق الفوقاني. ما حدا بيعرف الصداقات والمحبة اللي عملتها معي أثناء فترتها، هي أثناء هالفترة الصغيرة اللي عاشت فيها. فيجوا ناس ما بيعرفوا بعضهم يحضروا، قديش كانت جامعة لبشر ولناس، وقديش كان عندها تواصل مع الناس، وقديش ساعدت ناس. حتى اجوا ناس من لندن يعبروا على مساعدتهم لماي إلهم وقت وصلوا على لندن وما كان عندهم حدا، وما هيدي ما حدا بيعرفها، حتى يعني حتى هدى اختها، حتى والدها الاستاذ ريمو ما بيعرفوا قديش هي مساعدة عالم. ما حدا بيعرف قديش هي مساعدة عالم. بالعكس، هيدا الاحتفال مش بس أبرز ثورة ماي، مش بس أبرز ما قدمته ماي لعالمنا، أبرز أيضا قديش عندها معارف وصداقات وعلاقات وتواصل مع الناس. وهذا الانسان على كل حال هو علاقات، هو انسانيه بحد ذاته. يعني كانوا الواقفين اكثر من القاعدين، صاروا يقعدوا على الدراج بالاخر، ما عاد في محلات. على كل حال يعني الايفنت كان يعني مفعم بالكلام وبالشخصيات اللي كانوا حكيوا. كمان رح اذكر البعض منهم: الروائي حسن داوود، والكاتب حازم صغيه، الشاعر أنطوان بولاد، الشاعر عباس بيضون يلي كمان قرأ قصيده تلاها بيوم وفاتها بالدفن. بس ليك استاذنا، هلا لا شك انه ماي عندها الوجه الثقافي، بس هي تخفي وجه سياسي. هي كانت ثائرة على كل ما يحصل، كانت ثائرة على التسلط السياسي لطبقات معينة في كل العالم، في الغرب والشرق. وبالتالي كان عندها ثورة إنسانية سياسية. ما كانت عم تعمل سياسة على طريقتها هي، كانت عم تعمل سياسة على طريقتها العلوية، على طريقتها العليا، على طريقتها الفكرية المتفوقة. بس كانت عم تعمل سياسة، وكان عندها طاقة تغييرية، واللي عملته ماي سيغير الأمور. وعدم إيمانها بالعنف، عدم إيمانها بالتصادم، بالعكس التمسك بالحوار، التمسك بالتغيير العضوي عبر الثقافة مسألة أساسية. وهيدا التزام لازم نتابعه من وراها. هيدا واجب على كل من ينتمي إلى عالم الثقافة أن يحمل يعني هذه الفكرة، أنه التغيير يتم عبر الحوار، عبر الفكر، عبر الكتابات، عبر الفن، عبر المسرح. نعم. هيك بيصير التغيير، ما بيصير التغيير بالعنف. حضرتك كرجل كمان بالحقل السياسي، كنائب سابق وكوزير وكفاعل أيضا لحديث اليوم، قديه يعني هالوجه السياسي اللي عم تحكي عنه المتخفي عند ماي غصوب تنظر إليه أنت وبعملك بشغلك، بيكون في هالرؤية أوقات بتمرق بتقول يمكن ماي كان معها حق بهالفكرة، كان معها حق بهالنظرة للأمور. ليك استاذنا، ماي قدوة وضمير لكل اللي بيعرفوها. يعني وقت اللي بتفكر انه عم تقوم بأي عمل وبتجي ماي على بالك، بتقول شو كانت عملت هي. فعلا هي قدوة وضمير. يعني هلا المشكل انه نحن ما عنا طاقتها الثقافية والفنية والفكرية، ما عنا إياها. يعني نحن منغمسين بحياتنا اليومية. بس ما كان عندها مواقف سياسية بكل كتاباتها، بكل مقابلاتها، بكل حديثها كانت ذات موقف سياسي. ماي تتعاطى السياسة بامتياز. هل هي بشخصيتها هيك أو ما مرت به خلال هالسنوات يعني الجبلة يلي انجبلت فيها جعل منها ماي يلي عم تحكي عنها حضرتك؟ هلا هي تركيبتها، هيدي تركيبتها. يعني كان في منذ صغرها هيك بشخصيتها الالترويزم، شو بتقول بالعربي، هو الالتزام بقضية الفقراء والمتعبين والمرهقين، يعني قضية مجتمع، قضية إنسان بحاجة. نعم.
هيدي ابرز يعني السمات يلي تميزت فيها. تم الاعلان خلال التكريم كمان عن جائزه سنويه تكريميه بتحمل اسم ماي خصوب، رح تصير دوريه ان شاء الله. ان شاء الله تم الاعلان عنها بجديه، رح تطلق كيف؟ هو اللي قايم بهيدا الموضوع هو دار الساقي. نعم. دار الساقي اقترح انه هو يعمل جائزه سنويه لأفضل منشور أدبي أو ثقافي أو فكري لهالسنة. نعم. باسم ما يقصوب. وأنا بعتقد الأمور على الطريق. هلأ ما بنعرف كتير شو عم يعمل دار الساقي، أكيد عم يدرس روايات كتير تا آخر شيء يطلع جائزة لرواية هيك تكون مبدعة بهالإطار هيدا. دار الساقي ما بده يفضح أكثر ما يصنعه، بس برأيي رايحين على مفاجأة بهالإطار، على خطوة هالقد جدية رح تكون. كمان الإرث اللي تركته، يعني رسما، نحتا، كتابة، مسرحا، على كافة الأصعدة، قد في توجه كمان للحفاظ عليه لحتى يكون مأرشف ويكون كمان يعني موجود بالمكتبة اللبنانية والعربية، يكون هيك واضح. ليك استاذنا، هي كل كتاباتها موجودة في المكتبة العربية. نعم. موجودة بشكل فعال وبارز في المكتبة العربية كثقافة التزام. منحوتاتها أيضا باقية ومحافظ عليها. كمان بتدل قديش الإنسان العربي ممكن أنه يعطي للعالم، مش للعالم العربي بس، مش للبنان والعالم العربي، للعالم كله، لأنه ما كان عندها تأثير كبير في مجتمعها الغربي أيضا، في عاصمة الضباب اللي هي لندن. نعم. يعني ناس مثل أمثال على كل حال بيكونوا قدوة، وخاصة اليوم بمجتمعنا. دكتور فرحات، قد صار في قلة وندرة بهالمشروع الثقافي عند الناس؟ قد حتى القلة بالقيم يلي ذكرناهم وحكينا عنهم؟ قد في توجه من قبل وزارة الثقافة لرعاية مشروع ما يخصوب والمتابعة في متابعة معينة بهذا الإطار؟ إيه لك قبل ما جاوبك على هذا السؤال، بس بدي أقول شغلة، إنه نحن منغمسين بحياتنا اليومية، بمشاكلنا اليومية، منغمسين بصراعاتنا، منغمسين بمشاكلنا السياسية اليومية، وبالتالي ما كان عندنا هالقدرة اللي كان عندها إياها ماي إنه تطل على الموضوع من طبقة أعلى، من طبقة شمولية أعلى. وهيدي مهم جدا، إنه الرجل السياسي أو رجل الفكر أو رجل الثقافة لازم يحاول شوي يتخطى صراعاته اليومية الضيقة تيقدر يشوف بطريقة أوسع وأوضح. هي كان عندها إياها، وأنا بحكي عن نفسي، نحن كتار بعالم سياسي ما عندنا إياها. النقطة الثانية، هل وزارة الثقافة عملت شيء؟ لا، بس نحن رح نحاول انه نحس وزارة الثقافة انه تاخذ هالموضوع بعين الاعتبار، وهالشخصية الثقافية المهمة، هالوجه الحضاري، تاخده بعين الاعتبار، وتقدر تحيط هالموضوع وتعطيه حقه. هيدا غنى للبنان. نعم. يعني يمكن يكون في خطوة مثلا جمع اللوحات أو المنحوتات بمتحف أو مثلا بس في دور كبير لوزارة الثقافة، وأنا من هالمنبر الكريم بدعي معالي وزير الثقافة ووزارة الثقافة إنه تهتم بهالموضوع، يعني يكون عندها مبادرة بهالإطار. على كل حال هن ما عم بيقصروا قدر المستطاع، واكيد بالامكانيات قليل المتوفره يعني للاسف. صح. بيبقى القليل للثقافه بيروح لكثير على المواضيع اللي عم تلهينا بحياتنا اليوميه. دكتور عبد الله فرحات، يعني الحديث يطول معك، وخاصه اذا كنا عم نحكي عن وجه ثقافي، وحضرتك من الاشخاص يلي بحبوا الثقافه والحياه وبحبوا الوجه الانساني للمجتمع، وهذا يلي برهنته بخلال كل السنوات يلي اعتليت فيهم سدة، إن كان الوزارة أو النيابة كمان، أو حتى بعملك اليوم يعني بالمجتمع ككل، ومتابعتك الحسيسة إن كان اجتماعيا أو سياسيا. شكرا لك. وأنا حقيقة يعني أنا مغرم بالأدب العربي، يعني وكنت سابقا أكتب بالصفحة الثقافية. صحيح. بالنهار، وعندي اطلاع متواضع بالأدب المعاصر، وإن شاء الله يكون لي مساهمة يوما ما. أكيد.
أكيد على كل حال الإنسان اللي بيكون عنده ميل وبيكون قادر يضوي على الآخرين بمنحى الثقافة، هيدي ثقافة بحد ذاتها عم يعكسها من ذاته. النائب والوزير السابق دكتور عبد الله فرحات، شكرا لك. شكرا على استضافتي. أهلا وسهلا فيك، وتحية لروح مي غصوب يلي ذكراها ثقافيا هي فخر للبنان، للمكتبة اللبنانية بكل أوجهها الفنية والثقافية. أهلا وسهلا فيك. شكرا. يا هلا. طول عمرك.